مدنية حديثة تواكب واقع العالم في القرن 21. تقف بجانب الفقراء والبسطاء وتدفع بكل فئات شعبها إلى الأمام. لا تخلط الدين بالسياسة. تؤكد مفهوم المواطنة قولا وعملا، وتحفظ الوحدة الوطنية بين أبنائها من المسلمين والأخبار. إن المساس بهذه الوحدة خط شائك وخطر لن أسمح لأحد بتجاوزه، وعلى من يزرعون الفتنة ويشعلونها ويغذونها أن يدركوا تماما أن أحدا ليس فوق الدستور والقانون. الملف القبطي في مصر لم يحول إلى الأمن، ولكنه صناعة أمنية. الأمن يجب أن يكون لأمن الشارع وليس الأمن السياسي. النظام لا يمكن أن يفرط في هذه الورقة الطائفية، ورقة النظام يلعب بها باستمرار. الفكرة أن الحكومة في تجاهلها لمشاكل الآباط وبرضه في حركتها في الحاجات الكبيرة قوي اللي هي العالم بيهيج عليها ما بتتحركش غير لما الدنيا تبوظ. دي أول حاجة يعني. من بادر وتبنى وأدخل مادة المواطنة في الدستور المصري هو الحزب الوطني الحاكم، وهذه مسألة علينا أن نتوقف أمامها طويلا. يعني من أعاد الاعتبار حتى على مستوى الشعارات، على مستوى الخطاب العلني لمبدأ المواطنة، لمفهوم المواطنة، كان الحزب الوطني. أكثر من مؤتمر كان شعار المؤتمرات السنوية المواطنة، المواطن أولا، حقوق المواطن وما إلى ذلك. ثم أدخل الحزب التعديل الخاص بالمادة الأولى، ومن خلاله تم النص على المواطنة كمبدأ للنظام السياسي لجمهورية مصر العربية في عام 2007. المادة الأولى تقول أن مصر دولة تقوم على المواطنة. هذا النص ما زال نصا احتفاليا دستوريا، لأنه معروف في السياق القانوني أن أي نص دستوري يترجم إلى حزمة من القوانين، لأن الدستور ما بيحكمش الشارع، إنما الذي يحكم الشارع هو القوانين. رغم مرور سنوات على هذا التشريع والتغيير الدستوري أن مصر دولة تقوم على المواطنة، لم تترجم المواطنة إلى حزمة من القوانين. لو ترجمت لا هنلقى حد يتكلم مع حد في الدين، لا نلقى حد يتكلم على حد ان انا احسن منك وانت احسن مني، ولا نلقى حد يقول لواحد انا الدين الاصلح، ولا واحد تاني يقول له انا صاحب البلد وانت ضيف عليها. مادة رقم 2 من الدستور المصري اللي هي متعلقة بتحديد الإسلام كدين الدولة والشريعة، مبادئ الشريعة كالمصدر الأساسي للتشريع، هي مادة تمييزية بامتياز. هي مادة تمييزية لأنها أولا تقرر أن للدولة دين، وإن كنا نتحدث نحن وبأمانة شديدة عن مدنية الدولة المصرية، فالدولة المدنية لا دين لها. لا يوجد دولة
مدنية، ويقال هذا في الدستور المصري، يعني سمى التناقض وتعارض واضح بين مواد الدستور، ولكن هذه المادة تتعارض مع مدنية الدولة، مبدأ مدنية الدولة، تتعارض مع مبدأ المواطنة المنصوص عليه في المادة الأولى من الدستور المصري، أن هذه الدولة لها نظام سياسي يستند إلى مبدأ المواطنة، والمواطنة معناها هو مواطنة الحقوق المتساوية بين الجميع بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرقي أو غير ذلك، وبالتالي لا يستقيم ذلك مع تحديد أن دين الدولة هو الإسلام. ما معنى أن الدين الدولة هو الإسلام؟ معناه أن المرجعية في التشريع هي الإسلام، هي الشريعة الإسلامية، المرجعية الرئيسية هي الشريعة الإسلامية، وهذا لا يتنافى إطلاقا مع مدنية الدولة. والدليل على ذلك أن هناك دول أوروبية ديمقراطية ومدنية بامتياز والمرجعية فيها يعني مرجعيتها مسيحية. مش بس المادة الثانية، لا، الابليكيشنز بتاعتها، طريقة تنفيذ المادة الثانية ايه شكله. يعني من أكثر الحاجات اللي بتطبق إنه قولي أب مسلم بيتخانق مع أب مسيحي، بيتخانق مع مراته وعايز يتطلق، مش عارف يتطلق، فبيروح يسلم. ودي حصلت في بني سويف، وراح أسلم ومات مسلم. بعد ما أسلم مات الراجل على طول. هو كان عنده أطفال صغيرين، ف جاء أعتقد شيخ الجامع اللي هو أسلم على إيده قرر إن هو ياخد حضانة الأطفال من أمهم بسبب المادة الثانية، لأنه لازم الحضانة تعول إلى أفضل الأبوين دينا. فطبعا الإسلام أفضل الأديان في مصر، فلقينا ان وكيل النيابه هو اللي طالب دلوقتي من المحكمه انها تاخد حضانه الاطفال عندهم 4 سنين و5 سنين و6 سنين من امهم اللي هو ما عرفوش غيرها، ويدوها لواحد شيخ في الجامع يبقى ابوهم عشان خاطر الماده الثانيه. الأسوأ من ذلك ان البعض من هؤلاء يشير الى ان الماده الثانيه، يعني تحديدا فيما خص الماده الثانيه من الدستور، ان هذه الماده ادخلت في الدستور المصري، وان من بين المشرعين الدستوريين الذين اوصوا بادخالها عدد من المصريين المنتمين الى الديانه المسيحيه، عدد من المصريين الاقباط. هنا يعني تستخدمي ما يمكن ان تسميه ان هناك شاهد اثبات في الطرف الاخر وافق على ذلك، نظرا ان الشريعه الاسلاميه مبادئها تحث فقط على الفضيلة وعلى الخير العام، وفي هذا مرة أخرى إخلال بمبدأ أن المواطن المصري المنتمي إلى الديانة المسيحية، المواطن المصري القبطي أو المواطنة المصرية القبطية، لم يسأل ولم تسأل إن كانت هي أو هو يرغب في أن يرى هذه المادة ربما يراها تمييزية أو لا. لا يمكن قراءة اللحظة الحالية أو الفترة المعاشة دون أن نمتد إلى جذورها عبر التاريخ القريب. يعني أتصور أنه البداية اللي نقدر نرصدها تبدأ مع إرهاصات ثورة 19. دي البداية، لأنه هذه هي الثورة الحقيقية الشعبية التي لم يقودها شخص، إنما خلقت الشخص الذي يقودها. يعني هذه الثورة كانت ثورة كما هو معروف أن الفلاحين المصريين والبرجوازية المصرية والعمال المصريين هم اللي جمعوا توقيعات، وهم اللي ألزموا سعد زغلول أنه يحتل هذه المكانة. فإذا كانت ثورة شعب صنع قائد، وليست ثورة قائد يحاول أن يصنع ثورة. في اللحظة التاريخية دي كانت لم يكن هناك سؤال عن من الذي يشارك من، أو ما هي حصة المسلمين المصريين وحصة المسيحيين المصريين، وبالتالي لم يكن التكاتف مصنوع، إنما كان التكاتف تلقائي. أنا عمري في حياتي ما حسيت إن أنا بنتمي لأسرة قبطية، ولا إنه زميلتي بتنتمي لأسرة إسلامية. أنا كنت بحس مثلا وإحنا في المدرسة نحن كنا 3 فريدة في الفصل، فريدة مسلمة وفريدة مسيحية وفريدة يهودية، لأن كانت الموضة في 38 بعد زواج الملك فاروق من الملكة فريدة إن كل البنات كان اسمهم فريدة، فما كانش فيه لا عنصرين ولا 3 عناصر ولا حاجة، كنا عايشين كلنا مصريين. في 52 كان الهم الذي يشغل الضباط اللي قاموا بثورة 52 كيف يبسطون سيطرتهم على الشارع المصري.
اللي حصل انه النظام اراد ان ينفرد بكل شيء، فحارب كل من خالفه ايا كان توجهه، وكان طبعا على راس هذا الاخوان المسلمين ومحاكم الثوره والتعذيب في السجون، مما هو معروف ومشهود. لا شك ان هذا يعني الخطيئه الكبرى التي اوصلت الانسان المصري الى هذه الحاله من المهانه. لم يبقى للانسان كرامه. لقد انبت في هذا الوطن الحريه والعزه والكرامه من اجل مصر ومن اجل حرية. في مرحله الناصريه كان حاكما مركزيا ديكتاتوريا، وديكتاتوريا هنا مش شتيمه او مش عيب في الشخص، لكن هو كان له رؤيه يحلم انه يحققها، اللي هي امبراطوريه بزعامه جمال عبد الناصر. كبرى ملاعب خضراء تماثيل رخام عالدرع وأوبرا في كل قرية عربية. عبد الناصر بدأ باستخدام الدين، ثم بعد ذلك عندما تغيرت التحالفات الدولية في الستينات أخذ يضرب الدين وأخذ ينكر الدين، وكان الموجودين على رأس الثقافة المصرية في ذلك الوقت يحاولون أن يعني ينكلوا بالمتدينين وينكلوا بالدين وبصورة الدين، لأن كان التحالف مع الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت. لكن بعد نكسة 67 أو بعد هزيمة 67 لنقل يعني الاسم سليما، أصبح هناك احتياج عند الشعب المصري وعند الشارع المصري للعودة إلى الدين، سواء كان طبعا من المسلمين أو من الأقباط. عاد عبد الناصر إلى الورقة الأولى التي بدأ بها عصره، وهي استخدام الدين. استخدام الدين استخدام انتهازي، وهو أن تلعب بورقة الدين لإشغال الشعب عما يعانيه، لإشغال الشعب عن هذه الهزيمة، ولكي يعيش الناس في إحساس أن الهزيمة جاءت من عند الله، وجاءت لأن الله غضب على المصريين لأنهم تركوا دينهم طوال فترة الستينات، وأن عليهم أن يعودوا. تيجي سنة 70 أو 71، لأن في خلال شهور يأتي على قمة المؤسسة السياسية الرئيس أنور السادات، ويأتي على قمة المؤسسة الدينية الأنبا شنودة. قبل كده كان جمال عبد الناصر والبابا كيرلس، والاثنين دول كانوا فيهم من بعض، ربما كان بتأثير المناخ السائد. برضه لما جه البابا شنودة وجه السادات كان الاثنين فيهم من بعض، لأن هم جم في عصر بدايات الانطلاق الإعلامي. طبعا ما كانش بحجم اللي احنا موجودين فيه النهارده، لكن كانت بدايات أهمية صناعة النجم من خلال الإعلام. السادات لقى نفسه جاي في مواجهة كاريزما، في مواجهة تعبئة شعبية وحشد شعبوي حوالين عبد الناصر الرمز والفكرة والشخص، فكان لابد أن يواجه هذه الأيديولوجية الموجودة بأيديولوجية أخرى. بحث حواليه، ما لقاش إن في أيديولوجية تقدر تقف قصاد هذه الأيديولوجيات المتعمقة والمتجذرة والفكرية إلا الأيديولوجية الدينية. أنا رئيس مسلم لدولة إسلامية يعيش فيها المسلمون إلى جانب المسيحيين والشعب واحد. بدأ السادات يلعب بالورقة الدينية وبدأ يلعب بالورقة الإسلامية، وكان يلعب على الجانبين، بمعنى أنه كان يشجع التيار الإسلامي خصوصا في الجامعة والجماعة الإسلامية التي كانت منتشرة في الجامعة وفي الشارع المصري في ذلك الوقت، كان يشجعهم، وكان هذا ليكسب أصوات المسلمين وليظهر باعتباره الرئيس المؤمن المسلم كما كان يقدم نفسه دائما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لم ينسى السادات إطلاقا، وهو أحد الضباط الأحرار، أن الضباط الأحرار أصلا كانوا أعضاء في التنظيم الخاص لجماعة الإخوان المسلمين، وأن ثورة يوليو أساسا قامت بتحالف مع الإخوان المسلمين، وكانت تلعب بهذه الورقة في البداية قبل أن تتغير التحالفات الدولية، وبالتالي يتغير هذا الأمر. طلعت جميع الإخوان من السجن اللي محكوم عليهم، أعدتهم إلى وظائفهم، صرفوا لهم فرق
الماهية اللي كانوا مسجونين فيه. الرئيس السادات حينما أخرج الإخوان من السجون كانوا هم الغالبية الموجودين في السجون. طبعا لا شك كان في آخرين، لكن نتكلم عن الصورة الأعم. لم يكن هناك أي اتفاق على أن يكونوا هم المتحكمين في مفاصل الدولة ولا رؤساء المصالح العامة فيها على الإطلاق. فتاريهم كانوا بيكلموني بلسان، إنما لا، ده طارهم مع ثورة 23. الذين تحكموا هم مجموعة من النظام السابق التي غيرت لونها لتتوافق مع النظام الجديد. نفس أعضاء الاتحاد الاشتراكي هم اللي كانوا في المنابر ثم في الأحزاب فيما بعد. لكن هذا الأمر كان يمكن أن يعبر لو لم تكن الجماعات الإسلامية المتطرفة تستهدف بقى في صراعها ما بعد إشكالية إعلان التطبيع مع إسرائيل وزيارة القدس وكذا. انتقلت من مرحلة شهر العسل ما بينها وبين النظام إلى الصدام شبه المباشر أو شبه المعلن. لم يكن من الممكن إعلانه، لكن أصبحت هذه الجماعات ترسل رسائل ملغومة من خلال استهداف الأقباط. حادثة الزاوية الحمراء أساسا كانت حادثة فردية، كانت مشكلة بين مسلمين، تصادف أنها بين مسلمين ومسيحيين. يعني الجماعة بتوع البلكونتين دول بيدلقوا الجردل بالبتاع ده، هو جاء على الغسيل، حكاية يعني بتجرى كل يوم. وكما في كثير من الحوادث الفردية الإجرامية الفردية أو الاحتكاكات العادية، من الممكن أن يتدخل الأمن ليصنع منها فتنة طائفية بامتياز، ليستخدمها السياسيون استخداما سياسيا انتهازيا. وهذا لعب بالنار حينما يتصور النظام ويتعامل النظام بهذه الصورة، بصورة أنه خلي فيه مشكلة علشان يبقى أنا لي حق التدخل ويبقى أنا قادر على الضغط على هذا الطرف أو ذاك. توجه الرئيس السادات أخطر حاجة فيه إن هو بفكرة إنه بيحارب اليسار أطلق عقال العفريت من العلبة، يعني طلع العفريت ومعرفش يدخله بدليل إنهم اغتالوه. أتشرف بأن أنهي إلى سيادتكم أن مجلس الشعب قد رشح سيادتكم بإجماع أعضائه الحاضرين لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك طبقا للمادة 76. ما كنتش حقيقة أتمنى أن أكون في هذا الموقف، لكن الحقيقة أمام هذا الإجماع وحفاظا على مسيرة بلدنا وحفاظا على وحدة بلدنا، أنا لا أتردد في أن أنا أقبل قرار مجلس الشعب. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، أن المسيرة مستمرة، وأن الوطن المفدى ينعم بالاستقرار والأمان. كانت في 2 يناير 2000 بتعتبر من أسوأ الأحداث اللي مرت بيها مصر. فوجئنا بأمور لم يكن في خيالنا ولا في ترتيبنا ولا في ذهننا أن يحصل بيننا وبين المسلمين اللي تربطنا بيننا وبينهم صداقات وعلاقات جيدة، وكنا نجامل بعض في الأعياد وفي المواسم وفي الواجبات وفي الأفراح. لكن فجأة كده خلاف بين تاجر مسيحي و3 أشخاص مسلمين كانوا عايزين يشتروا منه ملابس، مش عايزين يدوله فلوس، فالمسيحي رفض، اعتدوا عليه، ضربوه. خرج المسلمين كسروا المحلات بتاعت المسيحيين والفاترينات، والمسيحيين خرجوا قصادهم اعتدوا على بعض الأكشاك بتاعت المسلمين. خرج المسلمين الساعة 12 بالليل.
كسروا بقية محلات المسيحيين وسرقوها ونهبوها، والناس اللي كانت بتشوفهم من البلكونات او من الشبابيك يقولوا لهم حرام عليكم وكده، كانوا يشتموهم الضباط والعساكر المجندين، يشتموهم بأبشع الشتائم. يوم السبت 1 يناير 2000 قابلنا قيادات أمن الدولة ومدير الأمن وكل المسؤولين في نقطة الشرطة هنا، ويعني حصل احتكاك بيننا وبينهم على إن إيه اللي بيحصل في البلد ده يعني، وطلعوا عاينوا معانا المحلات والبيوت اللي اتحرقت واتسرقت، ووعدونا إن ده كلام ما يحصلش تاني. يوم الحد 2 يناير كان في لواء هنا في مساعد مدير الأمن المنطقة دي، حصل احتكاك في شارع بورسعيد، ده الشارع الرئيسي في البلد، فزي ادى إشارة بدء، طلع مسدس من جيبه وضرب كم رصاصة في وسط الشارع، وبدأ ضرب النار في الكشح من كل النواحي، لا سيما من المناطق اللي فيها تجمع المسلمين يعني. أنا كنت عارفة إن الجيران اللي حوالينا هم اللي ابتدوا يضربوا فينا بالنار من كل ناحية، يعني قدروا يمتلكوني يشتغلوا علينا بضرب النار. بعد كده قعدنا كل ما يعدي بوكس نحاولوا نشاشوله يعني بمنديل أو حاجة عشان حد ينقذنا، ما كانش حد يستجيب لنا خالص. وبعد كده ابتدى النهار يمشي، وكانوا يلكلكونا الحاجات دي ويرموها لنا في البلكونة بالنار مولع. فراح بعد كده سيلفي وجوزي طلعوا على السطوح فوق، لما لقيناهم بعد كده امتلكوا السطوح، راح سيلفي ديتي خد 6 طلقات، خد 2 في رجليه، خد 1 في ظهره من ورا، وانا بعد كده جوزي خد طلقة ومات. بعد ديتي قالوا طب خلاص لو عايزين تنزلوا شهدوا وانزلوا، لما كنا عايزين ننزل انا والعيال قالوا شهدوا وانزلوا. طبعا انا وعيالي ما رضيناش نعمل الحاجات دي. بعد كده ما نزل في واحد فينا برضو تبعهم وشهد ونزلوه، جابوا له السلم ونزلوه. انا ما رضيتش انزل انا والعيال، قال لي سيلفي لا احنا هنموت هنا. رحنا اخر حاجه رحنا معنا فكيني الانبوبه، ولميت العيال حواليا كده خليتهم ورايا على كنبي، قلت عشان اي واحد هيدخل من البلكونه احنا هنفتحوا الانبوبه ونولعوا نار ونموت كلنا زي بعض. طبعا نتج عن الكلام ده استشهد في الكشح 21 مسيحي، ما فيش ولا واحد مسلم. جت لجنة من القاهرة من قبل قداسة البابا حسب طلب وزارة الداخلية، وجت لجنة طبعا مساعد وزير الداخلية 3 4 5 وعاشوا في البلد معانا هنا فترة لتهدئة الأمور. أخذوا متهمين من المسيحيين والمسلمين 96، والأسف الشديد أن في النهاية كلهم أخذوا براءة. لماذا تحال هذه الأحكام أساسا لمحاكم استثنائية؟ لماذا لا تحاكم أمام القضاء العادي باعتبارها جرائم جنائية؟ لأن النظام للأسف الشديد يحاول أن يبقي النفوس مشتعلة. ورقة كاميليا شحاتة هي ورقة سلفية، هي ورقة قام بالمظاهرات الاتجاه السلفي في مصر، فلذلك أطلق له الضوء الأخضر حتى تجاوز كل الخطوط الحمراء بسب البابا علانية وأمام الكاتدرائية للمرة الأولى وبدون أي محاولة من الأمن للإيقاف، بل بالعكس كان هناك دعم من الأمن لهذه المظاهرات. لا طبعا مش مخطئين، الناس دولت ليه عملوا كده؟ هل تم سب البابا شنودة من قبل المسلمين في مظاهرات قبل ذلك؟
لم يحدث على الاطلاق باتفاق. ما فيش مظاهرات اصلا كانت بتطلع من المساجد عشان المسيحيين، وانما في حدث حصل الناس حاسين انه المسلمات اللي هو عرضنا، والعرض في المفهوم الشرقي او في المنطقه الشرقيه له دلاله وله مغزى رهيب. انت نزلت الحلبه ووضعت قواعد الصراع، فبالتالي لما تتلقى هزيمه انت تستحق هذه الهزيمه. يعني ده موضوع وراه حد، يعني لانه ديك النهار حد كتب قال ان انا اتفزعت لما لقيت واحد من المتظاهرين دول اللي عايز يشوف كاميليا ويطمن على صحتها انه احنا بعد كده هنصعد اكتر. ده هو عارف ازاي انه هيصعد، وايه معنى التصعيد؟ انت لما بيطلعوا 10 عشان ينددوا بالحكومه بالامن بيبططهم، ودول مئات الالاف، ولا مره قالوا 500,000 مجموع الجواب، ومفيش حد قال لهم انتوا تلت التلاته كام. هل نسكت ونكتفي نشوف الدولة هتعمل ايه ونسكت؟ لا، الدولة في حالة مرض، الدولة الآن مرفوعة عن التكليف، الدولة غير معتبرة، تصرفات الدولة الحالية غير معتبرة، يعني ليست لها صفة قانونية ولا دستورية. لما مثلا يعني وده موجود في الانتخابات، في القوانين، في التشريعات كلها، ليس لها صفة مطعون عليها دستوريا، فاحنا بنقوم بدور الدولة فيما نستطيع القيام به. احنا بنلعب لعبه القط والفار. لازم نعمل توازنات. التوازنات تيجي منين؟ احنا مش هينفع نبقى بنقبض على الاخوان المسلمين ونرميهم في السجن، ونقبض على التيار السلفي ونعمل الناس دي ونسيب القبض كده. لا، ما انا لازم نخلي الشارع ينفذ شويه بقى، يطلعوا في شويه مظاهرات في القصر العيني يقولوا رجعوا كاميليا ورجعوا مش عارف مين النظام عندما نقول أنه يقوم بعمل توازنات أو تفاهمات مع المسلمين، هو يقوم بعمل هذا مع فئته. هو أيضا كما يضرب المسلمين بالمسيحيين والمسيحيين بالمسلمين، هو أيضا يضرب الجماعات الإسلامية بعضها ببعض. هي الحكومة بتلعب بالدين في كل حاجة، واللعب بالدين في العملية الانتخابية دي هيحصل، والتوازنات اللي بتتلعب دي الدين داخل فيها. طالما الدين مش هيتشال بره منها، احنا هنخش في مراحل تصادميه. بعض المتعاملين مع القضايا قد يحاول ابتزاز الناس من خلال بعض هذه الامور. الدوله توظف بعض المشايخ لفتاوى معينه تريدها الدوله. هذا هو الاستخدام السيء. انت لو تشوفي الاتجاه اللي احنا رايحين فيه، ان كل شويه في احداث طائفيه وفي مشاكل وفي مظاهرات، وبعد المظاهرات تتقلب لخناقات، والخناقات دي ممكن تتقلب ليه بعد كده؟ نتعدى على بعض والناس تبتدي تعدى على املاك التاني، وبعد كده تبقى البلد هتتفشكل. نقطة فاصلة في تاريخ مصر لازم نقف عندها. لو ما وعيناش ليها كلنا هنبقى في الشوارع جثث بالمنظر ده، ولا فرق بين مسيحي ولا مسلم. أنا زرت نجا حمادي بعد أيام من وقوع المذبحة عيد الميلاد في يناير 2010. بعد أيام كنت هناك ورأيت الأمر على الطبيعة، وهذه جريمة دولة بامتياز. في قداس العيد زي أي ست مسيحية في ليلة العيد، يا إما بتستعد للكنيسة عشان تخرج هي وولادها، يا إما قضيها تطبخ ليلة العيد يعني. فأنا كنت من النوع التاني، قضيها أطبخ بعد فترة صيام. جت وعظة البابا في القداس اللي بتذيعه القنوات الفضائية، فجيت بحضر يعني، فلقيت تليفون جوزي بيرن، بيقول لي ده في حادث في نجا حمادي. فقلت له لا، يعني مش كل شوية عيال يعملوا خناقة قدام الكنيسة نقول حادث. فاتصلت بالأنبا كرولوس، قلت له عندك ايه يا سيدنا؟ قال لي لحد دلوقتي 4 ماتوا والباقيين بيموتوا. قلت له حالا هكون عندك. انا مش عارف يعني امن في ليله زي كده، وسيدنا عارف، وسيدنا لما يعرف بيبقى عارف من الامن. انا بكلم سعادتك والامن واقف جنبه اهو. سيدنا قال لنا يا اخوانا خلوا بالكم، في احتمالات ان ناس تعمل حوادث شغب، يعني خلوا لكم في بيوتهم. والصلاه الساعه 10 ده معناه ايه؟ معناه ان كان واجب ان الامن يخلي باله، يكثف وجوده في نجا حمادي. موضوع الصلاه جيت اقرب من المشرحه عشان اصور، لقيت
عيلة الشهيد أيمن حامد كانت منهارة تماما. أيمن حامد أصلا شاب صغير وسايب أطفال 3 وزوجة أرملة شابة وأم وأخ تعبان، وضع سيء يعني. وطبعا هما وقت الحادث مش شايفين حاجة قدامهم، فأنا جاية أقرب من المشرحة عشان أصور، فلا يا نصارى ابعدوا يا كفار، احنا ابننا اتقتل لأنه كان ماشي مع أولادكم واتقتل عشان عيدكم، انتوا الهدف، ابننا يتقتل ليه؟ هو الامن اللي قتل، هو الامن نفسه اللي قتل الناس دي، مش ناس غريبين. الولاد كانوا خارجين من الكنيسه بعد الصلاه والناس جريت على اساس اني ليله عيد قد يكون اصابه، قد يكون حادث، قد يكون، لكن اتفاجئوا كلهم بان ده شهداء وان يعني العمليه كبيره. وكل ما تحصل حاجه هنا يجي يقول لك لا ما فيش. انت ابو ابنوب. انا ابو ابنوب. ربنا يعافيك. ولو اتلميت على مجد ايوب هقطعه عقله بسنان. اللي قتلوا سايبينهم برا وماسكين في الميتين اللي قاعدين هنا عشان ما يضلش قوات تعزية يحموهم. هنعمل لهم ايه يعني؟ هنموتهم تاني. لما طلع النهار ابتدى طبعا بوادر تهل اني مش عايزين يسلموا الجثث يتصلى عليها بطريقه علنيه ولا تشيع بطريقه لائقه، عاوزين بقى زي مثلا لما يكونوا ارهابيين ويدفنوا من بره ولا يتحطوا في عربيات اسعاف ولا الكلام دون. الاهالي رفضت الكلام دون، فحصل عمليه تحطيم المستشفى دي. احنا كلنا واحد، واللي حصل ده ازاي عربيه تنزل فيها 3 آلي، الآلي مساحته الآلي يطلع 65 سم. هذه جريمة دولة بامتياز، لأن المتهمين فيها لهم صلات كبيرة جدا بأعضاء متنفذين في النظام وأعضاء قريبين من النظام. ده اللي حصل في ناجي حمادي. ليه أبعاد سياسية؟ ليه أبعاد سياسية طبعا، ده بالتأكيد ليه أبعاد سياسية، لأن ناجي حمادي 40% من سكانها مسيحيين، مسيحيينها 60% من الكشوف الانتخابية. إذا اتفقوا على إنجاح أحد فبينجحوه، وإذا مش عاوزين ينجحوا حد ما بينجحوش. حزب وطني مش هنرشح حزب وطني ولا هيرشح حزب وطني. جوه عنصريين إرهابيين بيقتلوا نفسي. مش هنرشح حزب وطني. مش هنرشح حزب وطني. الذي أتصوره أن الدولة لا تتعامل مع كل المواطنين بشكل متساوي، لكن التمييز الذي تمارسه الدولة هو تمييز جهوي فئوي، بمعنى أنها تميز الموالين لها أيا كانوا مسلمين أو غير مسلمين على حساب غير الموالين لها. فالدولة تميز ضد بشكل واضح جدا ضد الإخوان في كل المدرسين، تحولهم إلى أعمال إدارية، الأئمة والخطباء تحولهم إلى أعمال إدارية، تمنعهم من العمادات، من رئاسات الأقسام، من بعض المناصب العامة. وفي ذات الوقت هذا قد يتم مع مسلم وقد يتم مع مسيح، فالتمييز هو تمييز سياسي بالمقام الأول. مصر لا دولة دينية ولا دولة مدنية، مصر دولة استبدادية عسكرية محكومة بقانون الطوارئ بأكثر مما حكمت به أي دولة في العالم في أي مرحلة في التاريخ. أنت أمام قانون طوارئ تحول خلال ما يزيد عن 3 عقود من الزمان إلى اعتيادي، هو أصبح القانون الاعتيادي. بقانون الطوارئ تعطيل لكافة معظم الحريات السياسية والحريات المدنية وضمانات حقوق الإنسان في الدستور المصري بيعطلها قانون الطوارئ، لأنه يعطي السلطة التنفيذية حين الأجهزة الأمنية صلاحيات تفوق كل ما تحوطه بحمايتها مثل هذه الضمانات الدستورية. يعني ضابط الشرطة الذي تخرج برتبة ملازم عندما تم
فرض حالة الطوارئ ومن ثم نفذ قانون الطوارئ بناء عليه، أصبح النهاردة لواء على المعاش. يعني إذن كل منظومة الشرطة اللي موجودة عاشت واتدربت واشتغلت في ظل قانون الطوارئ. تغولت الأجهزة الأمنية في مصر، أصبحت هي المكون الأهم في السلطة التنفيذية مع استمرار قانون الطوارئ، وهناك هاجس أمني. الأمني يخشى باستمرار من أي شيء جديد هو لا يدركه وربما لا يريد أن يدركه، فيتعامل معه بمنطق المنع. تحميل جهاز الأمن بأنه هو الذي يدير البلد، هذا جعل جهاز الأمن يحمل ملفا لم يهيأ له، يتعامل بصورة لا تناسب الملف على الإطلاق، يعرض البلد كلها لمشاكل. وللأسف مع كل النتائج الفاشلة التي تحدث نتيجة هذه المعالجات الأمنية يظل الأمر موضوع في هذا الجهاز الأمني. هذا خطأ بلا شك. أمن الدولة ده جهاز بيشتغل على جزئيتين، الإخوان المسلمين واللقباط. لو مشاكل دول ومشاكل دول انتهت أصبح الجهاز ده ملوش لازمة. لجأت دائما الحكومات أو الأنظمة منذ ثورة 23 يوليو إلى الكنيسة، إلى التعامل مع الأقباط على أساس أنهم مجموعة، على أساس أنهم كتلة بشرية ليس لها حدود وليس لها انتماءات سياسية، هم كتلة بشرية هي تريد منهم بعض المصالح في أوقات معينة. فتم طرد الأقباط بالمعنى الحقيقي للكلمة من العمل العام ومن العمل السياسي. في نفس الوقت فتحت الكنيسة أحضانها لاستقبال الأقباط، فحصل نوع من أنواع التلاقي ما بين الفعل الكنسي والفعل السياسي، هذا يطرد وهذا يجذب، فبالتالي وجد حل لجميع يرضي جميع الأطراف، والأقباط استراحوا أن يجدوا هويتهم في هذا المكان. تطور الأمر بعد كده أن الكنيسة أصبح فيها نادي، الكنيسة أصبح فيها مستوصف، الكنيسة أصبح فيها رحلات، الكنيسة أصبح فيها مسابقات للشباب، مصيف، وقيس على كده كل الاحتياجات الاجتماعية اللي الإنسان سواء كان فرد أو في أسرة محتاجها. ووجد هذا قبولا من الدولة، يعني ريحت دماغها أو اشترت دماغها وبعتت جواب شكر كمان للكنيسة. والكنيسة بالتالي أصبحت وكيل عن الأقباط، فهي تطلب مصالح لنفسها وتطلب تمكين لنفسها على حساب هذه الكتلة البشرية التي لا قيمة لها، كما أن الشعب المصري كله لا قيمة له. إذا رجعنا تاني للقواعد المعروفة والمستقرة في كل الدول الحديثة في معنى الدولة، هتسقط كل مشاكل الأقباط وترجع الكنيسة تبقى في حجمها الطبيعي، تعود مرة أخرى لأن تكون مؤسسة رعوية دعوية، إذا كانت المؤسسة الكنيسة أو إذا كانت المؤسسة المسجد. لكن دي مرتبطة بمتغير آخر، أن يعود للدولة اعتبارها، أن يعود للدولة سيادتها، أن يعود للقانون سيادته. ملف بناء الكنائس ده أسوأ ملف في مصر، وأكبر حاجة بتستخدم لتشويه سمعة مصر في الخارج. وهي مش تشويه سمعة الصراحة، هو إظهار الحقيقة، لأن أشوه سمعة حد بحاجة يكون ما بيعملهاش، لكن حاجة بيعملها فأنا مش بشوه سمعته، ده بظهر الحقيقة. وبعدين بتيجي تقول لي عشان تبني كنيسه انت عندك حاجه اسمها الشروط العشره، انك تبقى بعيد مش عارف قد ايه عن اي مقبره اسلاميه، تبقى بعيد قد ايه مش عارف عن اي جامع اسلامي، تبقى بعيد قد ايه عن مش عارف ايه. طب ما انا كده هبني فين؟ يعني اي حد يقول لك الدوله دي ما فيهاش اضطهاد للاقباط، اقول له وريني بناء الكنائس ده اضطهاد ولا مش اضطهاد؟ واضطهاد ليه؟ لانه تعرف الامم المتحده كلمه اضطهاد ان الدوله تكون هي اللي شايفه، مش حتى اللي عامله، انها تكون شايفه ان في إهمال في حقوق أحد الأفراد وتتغاضى عنه. ما بالك لما تبقى الدولة هي نفسها اللي حاطة العراقيل والقوانين ضد إن فرد يتمتع بحق. قانون بناء دور العبادة الموحد، هذا القانون ما زال يعني طي الأدراج ولا يفتح فيه يعني أمامه الأبواب ليخرج، ولكن مشكلتنا في مصر هي التفعيل. فأي
أي مكسب سوف أحصل عليه إذا صدر قانون جديد يضاف إلى القوانين الكثيرة التي تنص على مساواة المواطنين، والحقيقة أنه لا يوجد مساواة لأن هذه النصوص غير مفعلة. يعني أنا أتصور أنه الأقباط يستنوا كل 5 سنين يقدموا طلباتهم، وهي الفترة التي يكون فيها انتخابات برلمانية. في هذه اللحظة يتقدموا بطلباتهم فيتم الموافقة عليها وبسرعة يبنوا فيخلصوا من الموضوع ده. في غير هذا التوقيت مش هياخدوا. ليه؟ لأن بيجي تقرير من ضمن الأوراق التي تطلب لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، تقرير المباحث أمن الدولة. فيكتب كده ضابط صغير ممكن يكون مثلا لسه بتاع ده نقيب ولا ملازم أول ولا كده، يكتب كده تقرير ويكتب تحتيها نحن لا نوافق لدواعي أمنية. كلمة دواعي أمنية دي كلمة السر، فتتحط في التقرير بتاع الكنيسة فيبقى قرار رئيس الجمهورية بجلالة قدره غير مفعل. أنا في عندي بلاد في صمالوط شيخ الجامع كاتب طلب ماضي عليه كل مسلمين القرية إلى السيد مدير أمن الدولة: نطالبكم بإنشاء كنيسة لإخواننا الأقباط لأن هم مش لاقيين مكان يصلوا فيه. طيب مين اللي هيقوم يحرق الكنيسة دي؟ محدش. هو شيخ الجامع ومسلمين القرية عايزينهم يعملوا كنيسة. مين اللي موقف الجامع؟ الكنيسة أمن الدولة.